السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي على قناة أمل كويزين. إن شاء الله تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. نقول لكم صحة مولودكم إن شاء الله يا رب العالمين، تفوتوه بالصحة والهنا، تفوتوا مع أحبابكم مع جيرانكم مع كامل الناس اللي تعزوهم، وربي يدوم إن شاء الله لمتكم ويدوم جمعتكم. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم الطمينة تاع المولد. كيما راكم تشوفوا هاد الطمينة درتها يعني على يعني عدة أشكال، درتها في الصحن الكبير ودرتها في هاد لي ساسيات هادو الصغار، هادو اللي يتباعوا سبيسيال تاع الطمينة، يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. تبعوا معايا حبيباتي، راح نشوفوا مع بعض الوصفة والطريقة، وبإذن الله تعالى راح تعجبكم ويعجبكم أيضا الديكور. يعني الوصفة راهي بمقادير مضبوطة، طبعا يعني ما فيها حتى حاجة، الطمينة سهلة الناس كامل تعرف تديرها. برك حبيت نشارك معاكم طريقة تاع يعني تاع صنعها وتحضيرها وطريقة تاع الديكور تاعها. أولا راح نبداو بالسميد اللي هو راح نستعملو سميد متوسط. من الأفضل أنه يعني الطمينة ولا رفيس تونسي ولا البراج كامل هاد الحوايج هاد التقليدية هادو يحبوا يكونوا شوية مرملين، لذلك نخدموهم بالدقيق اللي يكون شوية متوسط. كما شفتوني انا استعملت دقيق هذا تاع لا مارك كنزة، بزاف مليح يصلح يعني لكل شيء. حطيته هنا في المقله، حطوه كما حبيتو في المقله ولا في الطاجين، يعني قليو في الحاجه اللي مولفين تقليو فيها. طبعا النار تكون ناقصه مع التحريك المستمر. كما راكم تشوفوا هنا راني نحرك يعني بصوره يعني متواصله هكذا باش ما يتحرقش معنا الدقيق، يعني باش ما يجيش جهه يعني حبات يجيو يعني مقليين بزاف وحبات لا. بعد ما كملت قليت الدقيق تاعنا يعني خليوه شويه في الصفر، ما تقليوهش بزاف. هنا فقط الاضاءه راهي شويه قويه ما يبانش، ولكن هو راه مقلي، يعني مقلي في حاجه خفيفه ماهوش مارون فونسي. قليوه وخليوه في الكلار هكذا باش تجي الطمينه تاعكم مليحه وتجي باهيه، مام كي ديكوريوها تجيكم مليحه. نبداو هنا باش نحضروا الطمينه تاعنا. طبعا الدقيق هنا كان ديجا خليته يبرد شويه. عندي كيلة تاع زبدة ولا مارغرين ذايبة، وعندي كيلة إلا إصبع تاع عسل. أنا استعملت عسل المرجان، يعجبني لو غو تاعو. نتوما استعملوا العسل اللي تفضلوه. هنا طبعا بعد ما حطيت العسل والزبدة كما قلت لكم كيلة، ولكن العسل نقصت إصبع يعني من الكيلة. اللي يحب الحلاوة يقدر يدير كيلة كاملة تاع العسل، يعني كيلة تاع المارغرين مع كيلة تاع العسل. ضفت رشة صغيرة خلاص على يعني تاع الملح هكذا باش نكسروا هذاك الذوق تاع الحلاوة تاع العسل هذاك القاطع. راح نجيب برا ميكسور، صراحة حبيت نجرب، قلت نجرب هاد الطمينة يعني بالطريقة تاع البرا، يعني اللي كامل يحكيو عليها وكامل يقولك يعني مليحة جربوها بالبرا ميكسور. أنا صراحة البنات رأيي الصريح يعني جاتني كيما البرا ميكسور كيما الفوي نفس الشي، ما كانش اختلاف بيناتهم، فقط يعني إلا خدمتي بالفوي حركي مليح حتى يندمجوا المكونات مليح، هذيك المارغرين كامل تذوب مع العسل. كما شفتوني هنا بعد ما مكسيتهم مليح هذاك العسل مع الزبده، هنا يعني استنيت الدقيق تاعي يبرد شويه. ما جا يبرد الدقيق كان ديجا هنا يعني الخليط هذا كان جمد معايا، رجعته فوق النار، نار ناقصه خلاص، وبقيت يعني نحرك باستمرار حتى ذاب معنا. الان راح نجيب نفس الكاس اللي كيلت به المارغرين والعسل، هو نفسه راح نكيل به السميد المقلي اللي قليناه قبيل مع بعض. هنا طبعا بعد ما السميد كان ديجا برد، درت 2 كيسان مملوئين تماما ضفتهم لهذاك الخليط، والكاس الثالث درت فيه نص كاس وحطيته بجهة، وراح نشوف اسكو راح نزيد كامل يعني نصف الكاس كامل ولا غير شوية منه. هنا البنات ضفت حوالي ربع، يعني 2 كيسان مربع طبعا على حسب الدقيق. يعني الكيل تاع الطمينة يجي من 2 كيسان وربع حتى 2 كيسان ونص، طبعا حسب النوعية تاع الدقيق، واللي يحبها تكون جارية بزاف ماهيش شادة روحها يقدر يدير غير 2 كيسان تاع دقيق، يعني كيلة تاع مارغرين وكيلة تاع عسل مع 2 كيلات تاع دقيق فقط، هكذا تجيك جارية وتجيك مليحة.
هنا ضفت نص فنجان كيما شفتوا الفنجان الصغير خلاص تاع القهوة، النصف تاعو ضفتو مع شوية حليب هكذا باش يبقى يعني الطمينة تاعي تبقى مليحة وتبقى طرية لأطول مدة. كيما شفتوني هنا جبتها حطيتها في الصحن هذا أولا يعني في الصحن هذا الكبير، من بعد الباقي اللي بقالي حطيته في هاد لي زاسيات هاذو اللي يتباعوا تاع جوتابل، شريتهم من عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات هاذو طبعا اللي نديرو فيهم الطمينة ولا الزرير. البنات بالنسبة للطمينة هذه الطمينة هذه يعني يستعملوها يعني يديروها جهة خوالي. هنا صراحة حنا في الشرق ما نديروش هاد الطمينة تاع الدقيق، حنا هنا نديرو الزرير يعرفوه يعني جهة الشرق حنا نديرو الزرير ولا طمينة يعني الروينة حنا نقولها الروينة اللي هي القمح مقلي ومرحي. طبعا قمح مقلي مرحي ونديروا له الزبده والعسل هكذا ونديروه الطمينه وكي تكون يعني وحده نافسه نزيدوا فيه المكسرات نزيدوا فيه الحبوب كيما العدس كيما الحمص مقليين ومرحيين. نزيدوا فيه ايضا سكر التمر اللي هو التمر هذاك اليابس مرحي يجي بزاف بزاف بنين وصحي ونديروا له الزبده والعسل ونسميوه الزرير. هذاك هي الطمينه تاعنا تاع جهه الشرق، ولكن هذه الطمينه يديروها جهه خوالي نحبها بزاف يعني كي يروحو عندهم يديروها أنا صراحة نحبها بزاف بنينة جربوها وراح تعجبكم بإذن الله تعالى. هنا كيما شفتوني جبت درت هنا طبعت يعني درت يعني هذاك ترونسفير تاع المولد النبوي الشريف وحطيت فوقه القرفة. أنا كثرت شوية هنا القرفة كيما شفتوني، نتوما إلا حبيتو تذرو غير شوية برك تاع قرفة وإذا حبيتو يعني تكثرو عادي كيما بهذا الشكل تجي بزاف بنينة القرفة في هذه الطمينة. هنا أيضا جبت مول دائري هذا الطابع الدائري هذا تاع السابلي، هنا غطسته في القرفة ودرت دوائر بهذا الشكل وخليت يعني قطعت الدوائر مع بعض يعني حطيت وحدة فوق وحدة باش هذاك الفيد اللي بيناتهم حطيت راح نحط فيه دراجي هذا اللي مكتوب فيه صحة مولودكم ولا مولد نبوي شريف ولا يعني مكتوب فيه أشكال مختلفة. هنا كما شفتوا راني نحط في هذوك لي دراجي نحاول ما نحطش لي كولور اللي يكونوا كيف كيف بحذا بعضهم هكذا باش يكون يعني باش يجينا باهي فقط لا ديكوراسيون يعني تختلف حسب الأذواق. هنا البنات كنت دراجي شريت كمية صغيرة وصدقوني يعني سبحان الله شريت على النية. كي رفدت لي يعني الطفله اللي تخدم في الحانوت تاع لوازم الحلويات رفدت لي كميه قلت لها بزايد انا بانت لي هذه تكفيني جات يعني سوا مع هذوك الدوائر يعني حبه ما بقاتش يعني كيما راكم تشوفوا يبانوا محسوبين بان حسبتهم قبل ما نشريهم. يعني هنا بالنسبه للصحن الكبير كملته كيما شفتوا درت يعني ديكور تزيين بسيط وفي نفس الوقت راقي. هنا بالنسبة لهاد لي زاسيات هادو صغيرين جبت الطابع تاع الوردة تاع الصابلي تاع الوردة طبعته بالقرفة وجبت هنا هاد لي دراجي هادو اللي يجيو في لارجونتي وأيضا جبت هاد العقاش هذا ولا السمسم اللي يجي في الدوري وشكلت هكذا به يعني أنا قلت وحدة نديرها بالسمسم والأخرى نديرها بالمكسرات طبعا تزيين اختياري. وهاد لي كولور هاد يعني لا ديفيرونس تاع لي كولور تعطيك يعني منظر هايل للطمينة تاعك تجي بزاف هايلة. كيما شفتوا راح نكمل كامل لو تور تاع هاد لاسيات. هاد لاسيات صغار ما يرفدوش بزاف يعني تعمري ملعقة أكل تاع طمينة ولا ملعقة ونصف فقط تكفيك في هاد لاسيات كيما شفتوا يعني بالطريقة هذه ما تديش وقت سهلة ثمثم في وقفة توجدوها. وهنا في المنتصف كنت درت أيضا 3 حبات تاع سمسم يعني درت في الأول كور هذاك اللي جاي في الأرجنتين من بعد ما عجبنيش وليت نحيت ودرت هكذا 3 حبات تاع سمسم كيما اللي درتو في لو تور تاع لاسيات. هكذا كملنا يعني الأولى اللي درناها الأولى راح نزينو الثانية يعني الثانية حبيت نزينها بالمكسرات. هنا عندي جبت شوية تاع لوز وشوية تاع بيستاش راح ندور هذاك اللوز يعني كنت نخير في الحبات الصغار بويسك الحبات الصغار الكبار لما ضفتهم كيما شفتوا هذه حبة كبيرة يعني خرجت لي من لاسيات بويسك هذو لي زاسيات جايين صغار بزاف دونك خيرت حبات تاع لوز جايين صغيرين.
هكذا. ومن بعد باش نزين بهم لاسية تاعنا هكذا ما يخرجوليش من الأطراف تاع هكذا باش ما يخرجوليش على الأطراف. هنا بعد ما ضغطتهم مليح كيما راكم تشوفوا، يعني درت لهم بلاصتهم مليح. من بعد هنا راح نقلبهم هكذا على جال هذيك لا بريونس، لأنه لما حنحطهم يعني يرفدوا هذيك يشربوا شوية هذيك الدم والعسل يجيو يبريو. دونك من بعد قلبتهم كامل هكذا باش يجيونا يبريو، ما يجيوناش يعني باهتين ويجيو شوب ما يجيوش ملاح. يعني من الافضل انه يكونوا هكذا يبريو. الا كان ما يعني تقدروا تحطوهم من بعد يعني تجيبوا بانسو وتفوتوا عليهم ليدام ولا تفوتوا عليهم العسل، ولكن انا ما حبيتش نزيد ليدام ولا نزيد العسل فوق الطمينه. دونك بالطريقه هذه احسن. قلبتهم كما شفتوا، ولا يعني بالاصبع برك كما راكم تشوفوا في البيستاش بالاصبع برك نمرر، لانه ديجا يديا فيهم ليدام تاع الطمينه لاني نخدم فيها بالطريقه هذه. من بعد جبت سمسم في المنتصف، درت يعني سمسم في المنتصف بنفس الطريقه تاع لاسيات هذيك الاولى. هنا جبت البنات جبت الفو بيستاش، يعني شريت هنا شويه تاع الفو بيستاش جايه لا كولور تاعو هايله، يعني لا كولور تاعو فونسي ماشي كيما يعني البيستاش كي يطرحها ما يجيش فونسي كيما هذا الفو بيستاش جاي لا كولور تاعو مليحه. هكذا ديكوريت به كامل هذوك الحواشي اللي جايين اللي يبقى فيهم الفيد بين هذوك الحبات تاع اللوز، يعني هذو الصغار كما راكم تشوفوا فيهم ديكور كما قلت لكم ساهل وفي نفس الوقت راقي. انا بالنسبه للاسيات هذه اللي بقات لي راح نزينها ايضا تزيين خفيف، مانيش راح نكثر فيها يعني تزيين، يعني نعطيكم افكار يعني ان شاء الله تعجبكم يعجبكم هذا الديكور باذن الله تعالى. هكذا باش ديكوريو به حتى نتوما تجربوه في الطمينه تاعكم، ان شاء الله تاكلوها بالصحه والهنا، وان شاء الله تفوتوا نهار مليح مع العائله ومع الاحباب. كما راكم تشوفوا هنا حبات تاع اللوز كامل حطيتهم هكذا على شكل ورده، وحطيت في وسطهم كور هذاك تاع دراجي اللي جاي في لارجونتي. من بعد هكذا بالاصبع تاعي فقط نمرر على هذوك الحبات تاع اللوز هكذا باش يجيو يبريو معانا. كما شفتوا يعني ديكور اسهل منه ما كانش، ولكن يجي بزاف باهي، يجي بزاف هايل. هنا راح نحط هذوك السمسمات هنا في المنتصف تاع اللوزات كما شفتوا بهذا الشكل هذا، يعني درت 3 حبات بين هذوك اللوزات، يعني يجيو على شكل يعني ديتيج هكذا تاع خارجين من الوردة. طبعا يعني ماشي شرط تديكوريو بنفس الديكور تماما كما ديكوريت انا، تقدروا تديو يعني افكار فقط من هذا الديكور يساعدكم في انكم يعني تديكوريو الطمينه تاعكم بهذا الشكل. من بعد هنا جبت هذا المول هذا اللي جاي دائري اللي خدمت به مع الاول في هذيك لاسيات الكبيره، ولكن هنا ما حطيتوش كومبلي، حطيت غير الحواف تاعو كما راكم تشوفوا. كاني راح ندير نصف دائره، راح ندير اقواس برك في هاد لاسيات هذا. طبعا يعني حتى هو راه صغير يعني ماهوش كبير بزاف بهذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا. بهذا الشكل من بعد نحط هذوك لي دراجي كامل في هذوك لي كوان تاع القرفه. القرفه صدقوني انا يعني نحبها وبزاف تجيب لينا في هذه الطمينه، يعني هي من الافضل انكم ديروا القرفه الداخل في الطمينه، يعني كي تكونوا تخلطوا في الطمينه تاعكم ديروا شويه تاع القرفه الداخل باش تعطيكم ذوق هايل للطمينه تاعكم. ولكن انا على جال اللون ما حبيتش يعني الطمينه تاعي تجيني داكنه، على هذيك قلت يعني نزين بها برك القرفه، نزين بها برك ما نحطهاش لداخل مع الطمينه. بهذا الشكل حبيباتي كما راكم تشوفوا كملنا الديكور تاعنا تاع طمينه. ان شاء الله يكون عجبكم يا رب العالمين. تهزوا هكذا تهزوا افكار من هذا الديكور تستعملوهم في الطمينه تاعكم غدا باذن الله تعالى. كما راكم تشوفوا هاد لاسيات الكبير جا ما شاء الله مع هاد لي دراجي هادو تاع صحه مولودكم.
يعني فقط تشريو غير شوية شوية تاع شوية، يعني أنا شريت شوية شوية من كل حاجة، وفضّلت بزاف يعني كي كمّلت فضّلت بزاف، يعني الكميات هاذوك مالغري شريتهم قلال ولكن يديروا أكثر من هكذا، يعني كنت قادرة نحضّر بهم أكثر من هكذا. هنا هاد لي زاسيات هادو الصغيرين هادو تاع الطمينة يعني عندهم المقافل تاعهم كيما راكم تشوفوا جايين في ترونسبارون، يجيو بزاف شابين بزاف هايلين. تقدروا يعني تقدموهم لضيوفكم، وكيما تقدروا يعني تبعثوهم عادي لأولادكم يدوه معاهم، كيما تعرفوا لي كراش يديروا احتفالات تاع المولد النبوي، تقدروا تبعثوهم مع أطفالكم يعني هكذا في لي زاسيات هاذو يجيو بزاف بريستيج وبزاف هايلين وحاجة نظيفة ومخدومة في الشباب هكذا كيما راكم تشوفوا. الآن حبيباتي كملنا الفيديو تاعنا، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى بإذن الله تعالى. صحة مولودكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.